نفر هيرو. والله يا جماعة السنة دي 2025 كانت فتحة خير في مجال الآثار. عملنا اكتشافات كتير قوي. في اكتشافين مهمين قوي في بداية السنة. واحد كان جنب معبد حتشبسوت في الأقصر، وواحد كان في سقارة. وأخيرا اكتشاف مقبرة الملك تحتمس الثاني بوادي الملوك. المهندس المعماري الفذ نيني هو أول واحد فكر في إنشاء مقابر محفورة في الصخر ومخفية تماما للحفاظ عليها من السارقين، بدلا من الأهرامات اللي تعرضت للسرقة سريعا في عصر الفراعنة نفسهم. وهو أول واحد اختار موقع وادي الملوك علشان ينفذ فيه فكرته. وبالفعل نيني حفر أول مقبرة بوادي الملوك، وهي مقبرة الملك تحتمس الأول. كل ملوك الدولة الحديثة عملوا مقابر بنفس الطريقة وفي نفس المكان. تحتمس الثاني اللي هو ابنه عمل مقبرة مثل أبيه بالظبط، إلا إننا ما كناش عارفين مكانها لحد ما بعثة أثرية مصرية اكتشفتها في عام 2022 على بعد 2 كيلومتر بس من باقي مقابر وادي الملوك، وكمان في موقع قريب جدا من مقابر بعض زوجات ابنه الملك تحتمس الثالث. وده السبب اللي خلى الأثريين يفتكروا إن دي مقبرة إحدى الزوجات. مكانش حد عارف لسه إن دي مقبرة تحتمس الثاني. لكن مؤخرا ومع تنظيف المقبرة ودراسة محتوياتها لقينا الآتي: بعض الأواني المصنوعة من الألاباستر تحمل خرطوش الملك تحتمس الثاني، وجنبه خرطوش الزوجة الملكية باسم مين؟ باسم حتشبسوت. وده يثبت بما لا يدع مجال للشك إن المقبرة بتاعة الملك تحتمس الثاني. الكشف ده أنا بعتبره كشف عظيم، لأن احنا كده نقدر نقول إن عندنا تقريبا مقابر كل ملوك الدولة الحديثة. وعلى فكرة دي أول مقبرة ملكية يتم اكتشافها في وادي الملوك منذ اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون في 1922. طيب نلاحظ إن المقبرة اتعملت على طراز بسيط، وهي حاليا في حالة سيئة جدا. ليه؟ لأنها تعرضت للسيول في العصر القديم. ده أدى لتلف جزء كبير من جدرانها. نعتقد أيضا أن الملوك القدماء نقلوا محتويات المقبرة والمومياء إلى مكان آخر لحمايتها من السيول. لكن السؤال المهم دلوقتي، الحاجات دي اتنقلت فين؟ محدش يعرف حتى الآن. أتصور أن ده هيكون الشغل الشاغل للأثريين في المرحلة القادمة. ده ما يمنعش أننا وجدنا قطع أثرية كثيرة في هذه المقبرة، ووجدنا أيضا بقايا رسومات وزخارف باللون الأزرق تمثل القبة السماوية، وباللون الأصفر تمثل نجوم السماء. كذلك زخارف وفقرات من كتاب الإيميدوات. الإيميدوات يعني كتاب العالم الآخر، وده واحد من أهم الكتب الجنائزية في مصر القديمة. الحاجات دي كلها هتكون بالتأكيد مصدر معلومات كتير جدا عن عصر الملك تحتمس الثاني، ويمكن عن عصر التحامسة كلهم.